وفقا للتصنيف الأمريكي تم تصنيفه كواحد من أفضل 0.5% من علماء العالم في كافة التخصصات. كما تم تصنيفه في المرتبة الأولى بين علماء الآثار في مصر والشرق الأوسط، وكذلك في المرتبة 38 من بين 380 ألف من علماء الآثار عالمياً. إنه الأستاذ الدكتور سيد حميدة، أستاذ ورئيس قسم الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة. ولد سيد محمد سيد حميدة في 21 مارس عام 1987 بمحافظة بني سويف. حصل على بكالوريوس الآثار قسم ترميم الآثار من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1999 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف. حصل على الماجستير في الآثار ثم دكتوراه في الهندسة المدنية، وتدرج بالسلك الأكاديمي بكلية الآثار جامعة القاهرة حتى أصبح أول أستاذ في تخصص الترميم الإنشائي والمعماري للمباني والمواقع الأثرية والتاريخية، وأخيراً أستاذ ورئيس لقسم الترميم. له دراسات علمية وأبحاث ومشاركات كبيرة في العديد من عمليات الترميم للآثار والأماكن التاريخية بمصر. هو عضو بالعديد من الهيئات الدولية الهامة، وله العديد من الإنجازات في مجال النشر العلمي، فشارك بأكثر من 79 بحث دولي في العديد من المؤتمرات الدولية، كما نشر له 98 بحث في مجلات دولية، كما ألف 38 كتاب دولي أصدرتها دور نشر عالمية، كما قام بإلقاء عشرات المحاضرات بالعديد من الجامعات الدولية ضمن فعاليات كبرى نظمتها اليونسكو، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات محلياً ودولياً. إنه الأستاذ الدكتور سيد حميدة، أستاذ ورئيس قسم الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة. فترة الطفولة تعتبر من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته، حيث تشكل أساساً حاسماً لتطوره الشخصي والاجتماعي في المستقبل. ففي هذه الفترة يتلقى الطفل العديد من التجارب والتحفيزات التي تساعد على بناء قدراته وتطوير مهاراته. هذا ما ذكره الأستاذ الدكتور سيد حميدة عن أهمية الطفولة. الأستاذ الدكتور سيد حميدة، أستاذ ورئيس قسم الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة. خلينا في البداية نبتدي مع أيام الطفولة، الأسرة، الأب، الأم، الإخوات، يعني أكيد كل ده أثر على حضرتك، وبالتأكيد أن أنت استفدت كتير من الوالد والوالدة. أكيد. بداية طبعا أنا بشكر سيادتك وبشكر أسرة البرنامج على استضافتي في البرنامج. حقيقة أنا بنتمي لأسرة بسيطة زي أغلبية الشعب المصري، قوامها الأب والأم وثلاثة من الأبناء. والدي الله يرحمه كان أول جيولوجي بحث وتنقيب عن البترول، وبالتالي هو بداية حبي للجيولوجيا والجيوتكنيكال والهندسة بشكل عام بدأت من طفولتي. اتأثرت بوالدي بشكل كبير جدا، كنت أسمع منه بعض الكلمات فهمتها لما كبرت بعد كده، يعني إيه لايمستون، يعني إيه ساندستون. هو كان محب لتجميع بعض العينات. قضى فترة كبيرة من حياته في السويس ونتيجة الحرب والعدوان الثلاثي. بعد كده بدأ يعمل شيفت كارير وغير المهنة بتاعته والتحق بمعهد الصحة العامة. فوالدي بعد كده غير نشاطه وبعد كده انضم لوزارة الصحة وكان مفتش في وزارة الصحة. والدي الله يرحمه كان مدرسة فعلا في الذكاء الاجتماعي العاطفي، وده أثر فيا كتير. اتعلمت منه كيفية التعامل مع الآخرين، إن كسب القلوب مقدم على كسب المواقف. إن أنا الحمد لله يعني أكون علاقتي بالزملاء علاقة طيبة في العمل بدون أي نوع من المشاكل أو التناحر. طبعا والدتي ربنا يعطيها الصحة والعافية يا رب. دي يعني والدتي كانت ولا زالت يعني خير زوجة وشريك حياة لأبي رحمة الله عليه، وكانت ونعم الأم. يعني هي ربتني وعلمتني أنا وإخواتي الاثنين، أختي منى وأخويا الحسين الأصغر. والدتي لم تتعلم سوى في مدرسة الحياة،
نظرا لظروفها الاسريه هي لم تلتحق بالمدارس، لكن امي فعلا كانت مدرسه. الله. يعني امي فعلا حقيقي كانت المدرسه الاساسيه اللي انا اتعلمت منها حاجات كتير جدا، وده نفعني حتى اثناء البعثه بتاعتي. اتعلمت منها الصبر، التحمل، ان انا اشيل المسؤوليه، ان انا اتعامل مع جميع المواقف بسلاسه ومرونه. امي تولت عمليه التربيه لينا احنا الثلاثه في سن مبكر، من حوالي ثالثه اعدادي ثالثه ابتدائي، فهي تولت عمليه التربيه بشكل كامل لينا احنا الثلاثه. ودي طبعا يعني من اهم الحاجات الجميله اللي انا عايز اشكرها على الهوا من خلال البرنامج، والله احنا كمان بنحييها يمتعك بالصحه والعافيه. والجميل كمان ان والدتي هي برضو من تولت عمليه التربيه لابنائي الاربعه، وخاصه بنتي الكبرى، فهي المسؤوله عن تربيتها، وحاليا هي المسؤوله عن تعليمها كمان في الجامعه. فترة المدرسة احنا عايزين نتعرف عليك كطالب في المدرسة، يعني كنت من صغرك شاطر، علاقتك بأساتذتك كانت ازاي؟ هو طبعا بدايتي كانت في مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة في قرية الزيتون في محافظة بني سويف. قضيت فيها لحد 3 سنين الأولى من المرحلة الابتدائية، وطبعا كنت طالب مجتهد وشاطر، وكنت بحب كل المدرسين بتوعي لحد ان فاكرهم لحد النهارده بالاسم، ولا زلت على تواصل مع البعض منهم. انتقلنا بعد ذلك لمدينة حلوان في القاهرة، التحقت بمدرسة حلوان الابتدائية، وعمر بن عبد العزيز الإعدادية، صلاح سالم الثانوية. وطبعا الحمد لله يعني كنت متفوق أثناء الدراسة، وأنا كنت الأول على المدرسة بتاعتي في الثانوية العامة. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله، وعلاقتي كانت طيبة جدا بالمدرسين يعني. طب فترة الثانوية يعني كانت ميولك كل ده كان ميولك علمية يعني؟ علمي. كان ليك هوايات ولا كنت مركز قوي في الدراسة؟ للأسف أنا كنت مركز قوي في الدراسة. يعني انا كنت بحاول ان انا يعني احقق طموح معين، ان كان في يعني كان ايه بقى طموحك؟ كان طموحي ان انا اطلع من العشر الاول على الجمهوريه. كان انا حتى وانا في اولى ثانوي وثانيه ثانوي كنت بشوف كنت بحضر اليوم اللي هو بتاع اعلان نتيجه الثانويه العامه، وكنت بشوف الناس اللي بتتفرج على اوائل الثانويه العامه، وكان نفسي ان انا اطلع من اوائل الثانويه العامه فعلا، فده كان هدفي. بس اكيد كان في مواد كده انت كنت بتحبها اكتر او بتميل ليها يعني؟ دايما انا بحب المواد الرياضيه بشكل عام. بحب اللغات، بحب اللغه الانجليزيه، بحب اللغه الفرنسيه، ودايما كنت بجيب فيها درجات كويسه جدا جدا. الحاجات دي كلها اكيد ساعدتك بعد كده في الدراسه يعني الاكاديميه، لان القسم بتاعنا قسم يعتبر قسم علمي. فبندرس فيزياء، بندرس كيمياء، بندرس برضه رياضه، واحد رياضه 2. سافرت طبعا كليه الهندسه، طبعا كنت لازم اكون متاسس كويس. منذ صباه آمن بأن مصر هي مهد وأرض الحضارات، ففي مصر ولد التاريخ والحضارة البشرية منذ آلاف السنين، وأينما تذهب تجد حتما جزءا ما من تاريخ مصر، وكذلك من تاريخ العالم. لذا فلن نكون مخطئين إذا قلنا أن مصر والتاريخ توأمان متماثلين في كل شيء. الأستاذ الدكتور سيد حميدة، أستاذ ورئيس قسم الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة. خلينا نتوقف عند دراسة حضرتك بكلية الآثار جامعة القاهرة، إيه اللي أضافته ليك سواء على المستوى الشخصي أو الثقافي أو العلمي؟ وحقيقة أنا دخلت كلية الآثار من خلال مكتب التنسيق زي غالبية الطلاب يعني أنت كان هدفك حاجة تانية؟ يعني كانت ميولي ناحية كلية الشرطة والكلية الحربية، فمجموعي كان كبير في الثانوية العامة. فيعني ناس كتير نصحتني إن أنا أدخل كلية من كليات القمة، فكلية الآثار كانت بتعتبر من كليات القمة بعد سياسة الاقتصاد وألسن وإعلام، فدخلت كلية الآثار. لكن أنا كنت محظوظ ان انا قابلت اساتذه جيل الرواد، الاساتذه استاذ طبعا الدكتور محمد عبد الهادي، دكتور ياسين زيدان، دكتوره فاطمه حلمي. فالاساتذه الكبار اثروا فيا وجدانيا وحببوني في الدراسه وحببوني في دراسه الاثار، وعرفت اهميتها. وفي نفس الوقت انا كانت ميولي علميه، فيعني اكتشفت ان في قسم الترميم، ده كان قسم ترميم عام بشكل عام قبل ما يكون في عندنا قسم ترميم معماري وعضو وغير عضوي. فدخلت قسم الترميم، فبدات اكتشف ان القسم ده انسب حاجه ليا، لان انا بميل للمواد العلميه وتفوقت فيه الحمد لله. تمام. وتعينت معيد، وبعد كده الكارير بتاعي بقى كان في الجامعه.
احنا ممكن نعرف يعني خط سيرك كان ازاي بقى في الجامعه يعني؟ انا اتخرجت تقريبا في شهر 7 في 99. شهر 11 كنت متعين، يعني بعدها ب4 شهور. تمام. تعينت اسرع واحد في دفعتي. طبعا الدكتوره فاطمه حلمي هي اللي خيرتني تحب تشتغل في ايه. فانا قلت لها انا بميل اكتر للمباني الاثريه، الترميم المعماري وترميم الاحجار، فهي عينتني على التخصص بتاعي ده. وسجلت مع استاذ الدكتور محمد عبد الهادي، وده كان رائد علم الترميم المباني الاثريه الله يرحمه رحمه الله عليه. ومع الدكتور علي ايمن مركز القومي للبحوث، مركز بحوث الاسكان والبناء، وعملنا رساله الماجستير. وكانت موضوعها تاثير المياه الارضيه والاملاح على احجار المباني الاثريه. واخترنا 4 مواقع على مستوى الجمهوريه. اخترنا معبد رمسيس الرابع في عرب الحصن، ومعبد حرشف في إهناسيا في بني سويف، واشتغلنا على معبد هيبس في الواحات، واشتغلنا على مقبرة كوم الشقافة في الإسكندرية. تمام. فكانت بالنسبة لي فرصة للتعلم والعمل الميداني والخبرات. انتهيت من رسالة الماجستير، وبعد كده سافرت، رسلت البروفيسور بتلاكس. البروفيسور بتلاكس كان عميد كلية الهندسة، وأساسا هندسة مدنية في كلية الهندسة جامعة سالونيكي. فهو بعت لي قال لي الموضوع بالنسبة لك مخاطرة، هو بالنسبة لي تحدي، يعني هو بالنسبة لك أستاذ تحدي إن هو خريج آثار ويسجل دكتوراه في الهندسة، فالموضوع بالنسبة له كان تحدي. لكن قال لي بالنسبة لك أنت الموضوع فيه مخاطرة، ممكن تفشل، فإذا فشلت أنت لا تتحمل نتيجة الفشل ده. لكن لما سافرت هو حاول يدعمني بكل السبل، وطبعا ضمني للفريق بتاعه في وحدة خاصة لميكانيكا التربة والأساسات بره الجامعة. بدأت أتعلم من خلال زملائي، بدأ إن هو يكلف بعض الزميلات إن هم يعني خلي بالكم من سيد، دربوه كويس، علموه كويس، ينزل معاكم المواقع. فعلا اتعلمت من زمايلي أكتر ما اتعلمت حتى من الأساتذة. ما انكرش طبعا، ماريا وستيفانيدو كلهم كانوا زمايلي وكانوا حريصين إن هم يعلموني. برضو كان حظي كويس ان انا سجلت مع 3 اساتذه مش مع استاذ واحد. يعني البروفيسور بتلاكس وهو اساسا قسم الجيوتكنيكال انجينيرنج او تاثير هو بيتكلم ايرثكويك جيوتكنيكال انجينيرنج او هندسه المباني ومشاكل التربه والاساسات. وفي نفس الوقت سجلت مع البروفيسور بانديس استاذ الجيولوجيا الهندسيه، ومع البروفيسور يوانا باباياني استاذ دراسه علم المواد او الكونكريت والخرسانه برضه في كليه الهندسه. فكان بالنسبه لي ال3 معامل مفتوحين، معمل الجيوتكنيكال انجينيرنج، معمل الانجينيرنج جيولوجي، معمل الماتيريال او الكونكريت. فتعلمت منهم كتير جدا. فده برضو يعني خلاني بقى عندي نوع من الخبرات. دول كلهم كانت نفس الجنسيه ولا جنسيات مختلفه؟ في نفس الجامعه، قسم الهندسه المدنيه في جامعه سالونيكي في شمال اليونان. طب كنت بتتعامل معاهم بالانجليزي بقى مش كده ولا ايه؟ خدت سنه درست اللغه اليونانيه كمان. خدت سنه كامله، وخدت التويفل كمان في اللغه اليونانيه. فانا جبت 8 من 10 كمان، فدرجه كويسه جدا. يعني بالتاكيد اللغات دي بتساعدك بشكل كبير جدا في وكمان تخصصك. انا التحقت بمدرسه لتدريس اللغه لمده سنه. بالاضافه طبعا للتعاملات بقى في الشارع في المسكن. فده برضو كله نمى اللغه عندي. بس حضرتك قلت انت يعني كنت شاطر في الانجليزي في الفرنساوي بس هو الشارع انا بتكلم منه كويس، يمكن احسن من الانجليزي، ويمكن يعني موازن للعربي. يعني 5 سنين فاكيد اتعلمت منهم. اللغات الكتيره دي اكيد برضو ساعدتك في انك انت يعني في المراجع وفي التعامل مع الزملاء، وخاصه مع التكنيشنز اللي موجودين في المعمل اللي هم الفنيين. ما بيتكلموش انجليزي. معظم الشعب اليوناني ما بيحبش يتكلم لغه غير اللغه بتاعته. حتى في اليابان برضو، حتى لما سافرت، او في الصين برضو. كل دولة بتحب انها تفتخر وتعتز بلغتها. صحيح. فاليونانيين في الشارع او في المعمل او في الكلية معظمهم بيميلوا للتحدث باللغة اليونانية. فده علمني اكتر اللغة اليونانية، وكمان افادني اكتر في دراسة الهندسة، لان معظم المصطلحات في الدراسة الهندسية ومعادلات كلها معادلات لاتينية ويونانية. فده برضو يعني حسن من مستواي اثناء الدراسة. بعد كده بقى التدرج الطبيعي برضو، ولا انت كنت سريع؟ انا حاسه انه يعني الحمد لله حضرتك ما شاء الله يعني صغير السن لكن عديت ناس كتير. الحمد لله. انا كان ليا تارجت، يعني انا كان ليا هدف في حياتي ان انا اخد الدكتوراه قبل 30 سنه. والحمد لله خدت الدكتوراه عن 30 سنه او قبل 30 بحوالي شهرين. برضو كان ليا تارجت ان انا اخد استاذ مساعد قبل 5 سنين،
واخد استاذ قبل 40 سنه. فالحمد لله انا خدت استاذيه 39 سنه، وبالتالي يعني سبب تعييني كاول رئيس قسم هو ان انا اخدت الاستاذيه بدري. فانا كنت اول استاذ في الترميم المعماري على مستوى مصر والشرق الاوسط والدول العربيه، وفي نفس الوقت اول رئيس قسم للترميم المعماري. نظرا لي ان انا يعني خلصت ابحاثي بدري وترقيت بدري، فالحمد لله. هنا نقدر نقول بقى وراء كل رجل عظيم امرأة بقى. والله الحمد لله، ربنا كرمني بأمي وبأختي وبزوجتي، فطبعا هي مكملة معايا، ربنا يديها الصحة والعافية ويجازيها كل خير على اللي بتعمله معايا. انتوا نفس او تخصصات متقاربة كمان؟ هي الزوجة الدكتورة نيفرتاري طبعا يعني غنية عن التعريف، برضه في كلية الآثار، قسم الآثار الإسلامية، وهي في تخصص التصوير الإسلامي. فهي برضو من الفيجرز او من الاساتذه او من المدرسين اللي ان شاء الله ليهم مستقبل كبير. واجتمعتوا انتوا الاثنين على حب الاثار بقى يعني اتقابلنا في كليه الاثار فعلا، وده كان سبب التعارف يعني. يقول الأستاذ الدكتور سيد حميدة أستاذ الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة أن قصر الجوهرة هو كنز من الكنوز المعمارية، خاصة في تقنيات البناء التي استخدمت فيه، وللأسف لا يعلم عنه الكثيرون شيئا بما في ذلك المتخصصون. وكشف أن القصر تم بناؤه على عدة مبان قديمة. الأستاذ الدكتور سيد حميدة أستاذ ورئيس قسم الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة، خلينا نتوقف مع حضرتك عند أهم السمات الخاصة بالعمارة الإسلامية من حيث الشكل وطرق ومواد البناء. طبعا العمارة الإسلامية هي بتعتبر مرحلة ومرحلة كاملة في العمارة المصرية. احنا عندنا العمارة المصرية القديمة اللي كانت بتتميز طبعا بالأهرامات، وبتتميز بالمعابد المصرية القديمة وضخامة البناء، وعندنا الآثار الجوفية اللي هي منشآت اللي مثلا زي وادي الملوك ومنطقة الأهرامات. في عندي آثار معظمها طبعا اللي هي أندر جراوند أو المنشآت الجوفية الأثرية. الآثار القبطية ويليها بعد كده الآثار الإسلامية. فإحنا عندنا أهم ما يميز الآثار الإسلامية عندنا في مصر الآثار المملوكية والآثار العثمانية. فمعروف إن العمارة المملوكية في مصر من أهم العمائر أو من أهم المنشآت اللي تم تشييدها في مصر، اللي هي العمارة المملوكية، زي مجموعة ألاوون، زي الناصر محمد ابن ألاوون، زي مجموعة الغوري. فاحنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الآثار بتتميز بالثراء المعماري وطرز مختلفة للمآذن أو للتصميم بتاعة المساجد أو المدارس أو الأزبلة أو الصهاريج، او مجموعه كبيره جدا من العماره او من التصميم المعماري المختلف. عندنا طبعا الاثار العثمانيه، عندنا مجموعه كبيره جدا زي المجموعه بتاعه قصر الجوهره اللي هو الحوش السلطاني، عندنا سرايا العدل، عندنا مسجد محمد علي باشا في القلعه، وعندنا طبعا ساريه الجبل. فعندنا مجموعه كبيره جدا، ومسجد الصلحدار اللي بتتميز كل ده طبعا بانها قريبه الشبه بالعماره العثمانيه اللي ناتجه طبعا عن اللي انتقلت لمصر. فاحنا عندنا مجموعه كبيره جدا، او بنقول مثلا بلد الألف مأذنه. احنا عندنا اكثر من 1000 مأذنه في مدينه القاهره فقط لا غير. تمام. فعندنا ثراء كبير في العماره الاسلاميه. كلهم كان يعني مواد البناء بتاعتهم واحده ولا الدنيا كانت بتتغير؟ يعني الغالبيه هي مواد البناء ارتبطت اكتر بحسب المتوفر في البيئه المحليه. فالعماره كانت بتعتبر يعني لو بصينا على من اول اسكندريه لحد المنيا، معظم مواد البناء اللي كانت بتستخدم احجار من الحجر الجيري، محاجر الحجر الجيري. فهو كله معظمه حجر جيري، لان احنا عندنا محاجر الحجر الجيري متوفره عندنا لحد المنيا، من اسكندريه لحد المنيا. من بعد المنيا لحد اسوان بنتكلم في محاجر حجر رملي. فبدأ يستخدم بقى الأحجار الرملية في المعابد في الجنوب والجزء السفلي. لكن العمارة الإسلامية معظمها كانت من الحجر الجيري، بالإضافة طبعا لاستخدام ما يسمى باسم الأجر أو الأكر. الأجر ده اللي هو الطوب المحروق. ايوه، ده برضو كان من ضمن الحاجات اللي استخدمت كتير جدا جدا في العماره الاسلاميه. ده طبعا كان موروث من العماره الرومانيه بشكل كبير. طب من حيث الشكل يعني، لان احنا بنلاحظ مثلا في حاجات زي المشربيات والحاجات دي تعتبر من الحاجات دي بتعتبر عناصر معماريه. زي المشربيات، زي مثلا بنسميها الكوابيل،
بعض التصميمات الخاصه بالواجهات، مثلا في بعض الالوان اللي كانت بتستخدم مثلا زي الحجر المشهر والابلق اللي هو الابيض والاسود او الاحمر مع الابيض، فبرضه دي كانت من ضمن الحاجات اللي بتميز العماره الاسلاميه. تمام. فالعماره الاسلاميه يعني ليها ثراء كبير ولها تنوع كبير جدا عندنا في مصر. حضرتك ذكرت في كلامك قصر الجوهرة، وحضرتك قلت عنه انه كنز من الكنوز المعمارية. عرفنا على هذا القصر اكتر، مكانه وليه قلت عنه كده. قصر الجوهرة ده بيعتبر اول قصر ملكي انشئ في مصر. انشأه طبعا محمد علي باشا بعد ان انتهى من مذبحة القلعة في 1811. بدأ يتجه لمذبحة تانية اللي هو المذبحة المعمارية لبعض الآثار المملوكية الموجودة في منطقة القلعة. فهو بدأ يعمل عملية هدم للقصر الناصر محمد العصر المملوكي، قصر الأبلق، القاعات السبع، وبدأ يشيد المنطقة أو العمارة المدنية الخاص به. فمن ضمن الحاجات اللي هي سرايا القلعة اللي هو قصر الجوهرة، وده شيده سنة 1814 لإقامة زوجة محمد علي باشا. القصر الجوهرة كان تحفة معمارية، لأن هو حاول أن هو يغير شوية من العمارة المدنية، فاتأثر أو نقل بشكل كبير طرز العمارة العثمانية وبعض الطرز الأوروبية زي الركوك والباروك. فاحنا عندنا مثلا قصر الجوهرة برغم انه بيتكون من طابقين، لكن بيتميز بالطراز العمارة الأوروبية اللي هي الصالات الكبيرة أو القاعات الكبيرة. كان موجود فيه قاعة العرش، وموجود قاعة الكوشة اللي هي الكوشة الفرح بتاع الملك فاروق والملكة فريدة، وكمان في قاعة الكسوة اللي هي كسوة الكعبة أو المحمل. وطبعا قصر الجوهرة برضو بيحتوي على كرسي العرش بتاع محمد علي باشا. وطبعا اتحول سنة 83 متحف الجوهرة، وبدأ يتحول لمتحف للمقتنيات أو كل الآثار التابعة للأسرة العلوية إلى حد كبير. طبعا القصر كان جزء من الحوش السلطاني، وكان من أهم الآثار اللي اتأثرت بزلزال 92. عشان كده حضرتك قلت لازم يتم ترميمه. بالظبط كده. احنا عملنا عليه رسالة ماجستير، في طالب كان مسجل معاه ماجستير والحمد لله خد درجة الماجستير في الترميم وإعادة تأهيل القصر الجوهرة. هو يعني لما حصل الزلزال اتأثر ازاي القصر؟ الزلزال حضرتك أثر على المبنى بشكل كامل، ان طبعا معروف ان الحركة الزلزالية لها 3 اتجاهات، في اتجاهين، في الاتجاه الأفقي وفي الاتجاه الرأسي. فالمبنى كله اتأثر نتيجة ان قلت لحضرتك ان هو مش مشيد على تربة مستقرة او مش مشيد على تراكيب صخرية، ولكنه مشيد على بقايا العمائر القديمة المملوكية لإيوانات والقصر بتاع الناصر محمد. وده سهل عملية ان يتأثر بشكل كبير بزلزال 92. فحصل انفصالات كبيرة جدا للواجهات، حصل انفصالات كبيرة جدا للحوائط بتاعت المبنى، حصل تصدعات كبيرة. وبدأوا من 92 لحد 2023 بعمل صلابات دائمة، لكن مع الوقت الصلابات بدأت تفقد وظيفتها والأثر كان معرض ان هو ينهار تماما. فطبعا انا عملت بحثين عن القصر، وكان لازم يكون في تدخل سريع لإنقاذه. بالفعل طبعا اليو اس ايد او المعونة الأمريكية بدأت تمول مشروع الترميم، وبدأ فعلا تشارك بعض المكاتب الفنية في مشروع الترميم. والمشروع نفسه بدأ من حوالي تقريبا 8 شهور أو 9 شهور، بتقوم بيه بعض الشركات. من سنة 92 لسه لسه نتيجة الضغط اللي احنا عملناه، لدرجة ان في ناس او في يعني بعض الزملاء من وزارة الآثار كانوا بيردوا ان الأثر في حالته مستقرة. فقلت لهم ازاي حالته مستقرة، والشدادات والصلابات اللي موجودة لو اتحركت حتى هتسبب انهيار المسجد ككل. فاحنا كمان عملنا حاجة اسمها تحليل رقمي. لا قدر الله لو كان جه زلزال تاني قوي كان ممكن لو حصل زلزال تاني فعلا كان الأثر ده كله انهار تماما. كنا مش هنلاقي منه اي جزء. طبعا عملنا تحليل رقمي، عملنا حاجه زي تحليل رقمي نشوف هل فعلا الاثر ده اتاثر او
القصر اتاثر بزلزال 92 او لا. ففعلا ضربناه بزلزال 92 عن طريق البرنامج اللي احنا اشتغلنا عليه الروبوت، واكتشفنا ان كل المواضع اللي ظهرت عندي فيها مشاكل وتركيز للاستريسس ومناطق اللي فيها ديسبيسمنت، فيها ازاحه، في انهيارات، في اجزاء بدات تنفصل، كل ظهر عندي على الموديل مطابق للواقع. فطبعا برضو عشان خاطر يطمئن قلبي بدات ارجع للسينما، فجبت بعض الافلام القديمه اللي اتصورت في قصر الجوهره. كان في فيلم اتعمل زي إيه؟ زي في فيلم كان للراحل الجميل الفنان محمود مرسي، كان طلع بدور ضابط، انا مش فاكر اسم الفيلم ايه بالظبط. فاكتشفت فعلا القصر في فتره الخمسينات كان سليم، ما كانش فيه اي مشاكل. فبدانا نعرف فعلا ان ده نتيجه زلزال 92، وده يعني ريحنا شويه صحيح ان احنا نعلن عن النتائج بشكل كبير ان ده نتيجه 92. انت بتشوف انه احيانا ممكن السينما هنا تساعد طبعا في حاجات طبعا كتيره، الفن عموما يعني. اكيد مفيش شك. مفيش شك كتير جدا جدا. يعني في رساله كانت متسجله معايا على الوثائق ودورها في اعمال الترميم. يعني مثلا كان عندنا مثلا بيت السادات ده نص البيت مش موجود النهارده. فعشان اعمل له ترميم لازم ارجع للوثائق القديمه. يعني افضل شيء عندي في الوثائق الافلام المصوره. فبرجع احيانا لافلام السينما القديمه، الافلام الابيض والاسود. برجع بشوف مثلا مركز تسجيل الاثار، هل في اي دوكيومنتيشن او اي توثيق تم للمبنى ده. لجنه حفظ الاثار العربيه في الستينات عملت ايه. لان احنا مش اول ناس بنشتغل على، اكيد في ناس اشتغلت قبل كده، وفي بعض الهواه ليهم بعض الصور برضه بنستعين بيها. كل ده بيساعدكم في ان انتوا تعيدوا الشيء لاصله. طبعا يعني هو الترميم حضرتك هو عباره عن ايه؟ الترميم هو المقصود باعاده الاثر الى ما كان عليه في فتره تاريخيه محدده او فتره ما. بس الفتره دي تحدد بناء على ايه؟ بناء على التوثيق. يعني مثلا لما اتحرق المجمع العلمي، فبدات المقاولين العرب بتحاول تعمل ترميم للمجمع العلمي بعد ما اتحرق. طيب نرجع السقف، هو كان من المعدن وقت الحريق. فطبعا كان الخلاف، احنا مش عارفين شكله كان عامل ازاي، ما عندناش توثيق قديم. فاذا اقرب توثيق لينا انه كان من المعدن، وبالتالي بدأ ان هو يعمل له عمليه الترميم بنفس المواد طبقا لاخر توثيق موجود. لان احنا عندنا مشكله في الترميم، ان الترميم لازم يكون فيه نوع من التكامل ما بين العناصر الداخليه والخارجيه. يعني ما ينفعش يبقى عندي اثر اهتم بالواجهات بتاعته فقط لا غير، واغير من الشكل الداخلي. ده بيتنافى تماما مع كل المواثيق، سواء نارا او سواء الاكموس. فهي كل الاجراءات وكل العمليات اللي بتهدف للحفاظ على عناصر المبنى اللي بتشكل شخصيه المبنى سواء الداخليه او الخارجيه، من غير بقى ما نعمل حداثه، يعني مع الحفاظ زي حضرتك قلت كده، مع على الحفاظ على القيم التراثيه واطاله عمر الاثر الى اطول فتره ممكنه. تبقى أهرامات الجيزة على مر الزمان إحدى عجائب الدنيا السبع، ولا زالت أسرارها التي تفصح عنها تتوالى. وقد أكد الأستاذ الدكتور سيد حميدة أستاذ الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة والباحث في علم الآثار المصرية القديمة أن المصري القديم كان هو أول من استخدم تكنيك عزل القاعدة، وهو ما يتحدث عنه العالم الآن كوسيلة لمقاومة تأثير الزلازل. الأستاذ الدكتور سيد حميدة، أستاذ ورئيس قسم الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة، حضرتك أكدت على أن الأهرامات كلها ليست مبنية. أنا عايزة أفهم الجملة دي، يعني إيه الأهرامات مش مبنية؟ طيب طبعا أنا يعني عملت بحث مهم جدا في 2020 عن الأهرامات المصرية أو أهرامات الجيزة بشكل محدد يعني. فكان في أكتر من سؤال سألته لنفسي. أولا، الأهرامات دي بتعاني من إيه؟ هل الأهرامات دي خلقت لتظل إلى الأبد بدون تدخل، بدون ترميم، بدون ما تشتكي تقول لي أنا مشاكلي إيه؟ فأنا حاولت أشوف إيه مشاكل الاستدامة. بنقول السستينابيلتي أو الاستدامة من وجهة النظر المعمارية هو الحفاظ أو إن المبنى يستمر لأطول فترة ممكنة. ده المقصود بالاستدامة في العمارة. أنا مشاكل الأهرامات دي، هل أنا ممكن الصبح أفتح الشباك عندي ما الاقيش الهرم موجود؟ ليه احنا دايما بنبقى في موضع رد الفعل؟ ليه بنستنى تحصل الكارثه ويحصل الارتباك وبنحاول ان احنا نعالج المشكله؟ ليه ما يكونش في دراسه استباقيه؟ انا اروح للهرم اساله
انت تعبان من ايه مشاكلك، احلها لك. زي انت حضرتك النهارده بتعملي صيانه للعربيه، مش بتستنى لما العربيه تعطل، فبتاخد العربيه كل فتره تعملي صيانه، تبداي تغيري السوائل وتبداي تكشفي عن العربيه. احنا عايزين برضو نعمل دراسه استباقيه للاهرامات. تاني حاجه هو موضوع الاهرامات. اولا ما فيش اي نقوش جوه الهرم تقول ان الاهرامات دي بترجع لتاريخ ايه تحديدا. تاني حاجه في تضارب في استخداماتها، هل هي كانت مقابر ولا هي مراكز للطاقه ولا هي كانت مستخدمه لبعض الاستخدامات الاخرى. فبدات عمليه البحث، فبدات ادور اولا الاهرامات دي تاريخها ايه، وخاصه هرم خوفو. فمن خلال عمليه البحث اكتشفت. وممكن اسالك هنا يعني كمان جزئيه فيما يتعلق بالمكان نفسه، يعني اختيار المكان ده تحديدا عشان نبني عليه الاهرامات كان ليه؟ يعني ايه الفكره؟ بالظبط هقول لحضرتك دلوقتي. دي من اهم اسباب الاستدامه. يعني حضرتك تخيلي ان الهرم الاكبر هو العجيبه الوحيده الباقيه من عجائب الدنيا السبع القديمه، يعني كلهم انهاروا نتيجه تاثير الزلازل وعامل الزمن. الوحيد اللي موجود عندنا الهرم الاكبر. طيب الهرم الاكبر اولا في برديه اكتشفت سنه 2013، اكتشفتها البعثه المصريه الفرنسيه في مدينه السويس، 20 كيلو جنوب مدينه الزعفرانه، 119 كيلو جنوب السويس. فالمكان ده عرف فيما بعد باسم وادي الجرف او ميناء وادي الجرف. أيوة. الميناء ده اقدم ميناء في التاريخ وبيرجع لعصر الدوله القديمه، عهد خوفو. الميناء ده تم اكتشاف فيه مجموعه من البرديات، عرفت من اسم برديات خوفو، يعني مكتوب فيها اسم خوفو واضح وصريح. فمن ضمن البرديات دي في برديه اسمها برديه ميرر ده كان رئيس المفتشين او كبير العمال، فكان بيكتب اليوميات بتاعته، الديري بتاعته. مثلا ايه، ميرر النهارده يبيت في ترى الجنوبيه، ميرر النهارده يبيت في الهرم، ميرر النهارده نقل طن احجار من منطقه ترى. فكان بيكتب اليوميات بتاعته، وكان بيسجل اسماء العمال اللي بنوا الاهرامات، وكان بيسجل المعيشه بتاعتهم، الاكل بتاعهم، الاستهلاكات بتاعتهم قد ايه. فبرضه من ضمن الحاجات انه قرر التعداد بتاع الماشيه 13 مره وبيتكرر كل سنتين. معنى كده ان الملك خوفو حكم 26 سنه او اكتر. فالبرديه دي بشكل قاطع هي موجوده في المتحف المصري من يوليو 2016 اللي عايز يطلع عليها. فالبرديه دي بتؤكد بشكل قاطع ان الاهرامات اللي بناها المصريين واتبنت من 4500 سنه، تمام، واللي بناها الملك خوفو. فده كان بالنسبه لنا برضو حاجه مهمه جدا، لان في معهد الجوبوليمر في فرنسا في بروفيسور اسمه جوزيف ديفيد. البروفيسور ده كتب كتاب واي، بيكتب يعني لماذا بنت الاهرامات من احجار غير حقيقيه، بيسميها فيك ستونز. ليه بيقول كده؟ فانا حبيت اعرف ازاي النهارده ما فيش اي دراسات تقول الماتيريال اللي طبيعتها ايه الاحجار اللي مبني منها الاهرامات. والاهرام ده مبني ازاي اصلا؟ لا، ويعني ايه احجار غير فيك ستونز؟ وعايز اقول ان حجر صناعي زي الكونكريت كده، زي الخرسانه النهارده. انه عباره عن ميه النيل الغنيه بالطمي مع كسر الحجر الجيري مع مونه الجير المائي، بدا يعمل الخلطه دي وبدا ان هو يصب. وبيقول ان مفيش مسافات ما بين البلوكات، معنى انه كده انه كان بيصب، يشيل المولد او يشيل القالب ويبدا يصب الطبقات اللي بعدها. فطبعا الكلام ده كله كان في ذهني. تاني حاجه، ليه الاهرامات او ليه الهرم الاكبر باقي الى الان؟ ليه اشمعنى ده اللي موجود عندي والباقي عجائب الدنيا السبعه انتهت؟ يعني ففي سر، في حاجه بنسميها كونستراكشن ديتيلز او تفاصيل البناء. ايوه. طيب بدات ادور برضو، اكتشفت ان الهضبه المقطم كانت على اتصال مع هضبه الجيزه، الاثنين كانوا حته واحده. عمر نهر النيل 30 مليون سنه. فنشأة نهر النيل نتيجة ان ده فولت او فالق نتيجة زلزال او حركات تكتونية، حصل انفصال للهضبتين. فعندي هضبة المقطم وعندي هضبة الجيزة. ده يفسر الصورة اللي احنا كتير بنشوفها، ان الاهرام وقدامه النيل، الهرم وقدامه النيل. ما انا هقول لحضرتك ده قصة تانية. طيب دلوقتي لما جينا نشوف الموديل بتاع هضبة المقطم، ارتفاعه فوق منسوب سطح البحر حوالي 200 متر. هضبة الجيزة 100 متر، 105 تحديدا في المنطقة الغربية. طب إذا في 100 متر غايبة ما بين ال 200 وال 100، ال 100 دي راحت فين؟ فأنا حاولت إن أنا أجمع وأشوف الفوليوم بتاع جميع الأحجار المستخدمة في الأهرامات، حتى الأماكن اللي فيها البقايا بتاع الأحجار اللي من المحاجر، في حوالي 8 محاجر، وفي حوالي 8 رمب أو منحدر موجودين. فتخيلت أو حطيت فرضية إن المصري القديم بنى الأهرامات من فوق لتحت،
مش من تحت لفوق، وده انا شرطه في البحث ده، ان الاهرامات اتبنت، البلوكات اتاخدت من فوق وبدات تترسل تحت، مش العكس من خلال الرمبس اللي موجوده دي. فده بيثبت ان الاهرامات بنيت من احجار محليه، اللي هي حجر الايوسين او الحجر الجيري الايوسيني اللي هو نيوليتيك لايمستون من منطقه الهرم. لكن الكسوه الخارجيه اتاخدت من منطقه ترى. لكن في حاجه تانية مهمه جدا، ان الهرم الاول او هرم خوفو وخفرع الاثنين مبنيين على تل صخري، مش مبني على الروك مباشره او على نقول على فاونديشن او الارض مباشره، لا في روك، كان في عندي تل صخري موجود. التل الصخري ده ارتفاعه حوالي 12 متر، وكتب عنه برضو بتري وبعض الناس اللي اشتغلت زمان برضو، واللي بيمثل حوالي 23% من جسم الهرم. اذا الهرم مش بس مبني، الهرم جزء منه منحوت وجزء منه مبني. فانا عندي الهرم في الجزء التل الصخري، وبعد كده في الحشوه الداخليه او الاحجار المحليه، وبعد كده في الكسوه الخارجيه. الكسوه الخارجيه دي راحت فين؟ بتاعت 3 اهرامات، بتاعت هرم دهشور. برضو بدات اشوف ايه اهم الزلازل اللي ضربت المنطقه الغربيه، فاكتشفت ان زلزال 1303 هو اللي تسبب في تكسير او في انفصال الكسوه الخارجيه للاهرامات، لدرجه ان السيوطي والمقريزي كتبوا عن زلزال 1303 ان الاحجار كانت تتساقط من الاهرامات في شكل اعمده. حضرتك سألت سؤال مهم جدا، ليه المصريين القدام اختاروا المكان ده لبناء الاهرامات؟ طيب لما اجي اشوف يعني انا سبب ده اكيد مش اختيار عشوائي كده، بالظبط كان كده. مقصود يعني. المصري القديم كان ذكي جدا، وكان اول متخصص في علم هندسه الزلازل. هو عارف ان المنطقه الشرقيه غنيه بالزلازل او نشطه زلزاليا، البحر الاحمر، سلاسل جبال البحر الاحمر وخليج العقبه وخليج السويس، المنطقه دي نشطه زلزاليا، فرفض تماما ان هو ينشئ الاهرامات في الصحراء الشرقيه، فاختار المنطقه الغربيه. طبعا احنا عارفين قصه الافتر لايف والبحث والخلود، لا مش بس ده، هو اختار المنطقه دي لانه عارف ان هي خامله زلزاليا، مفيش اي زلزال حصلت اثرت على المكان ده خالص. لان مصر القديم احنا عندنا كتالوج 5000 سنه للزلازل اللي حصلت في مصر. المنطقه الغربيه لم تشهد اي زلزال، ولكنها تاثرت بزلزال 1303. اكتر زلزال اتسجل في المنطقه الغربيه اللي هو زلزال دهشور على بعد حوالي 30 كيلو جنوب غرب منطقه الاهرامات. فهو عارف ان المنطقه دي خامله زلزاليا. تاني حاجه، هو بيشيد الاهرامات، عارف انه مش بيشيد على تربه ضعيفه، سواء مثلا تربه طينيه او تربه رمليه، هو بيشيد على تراكيب صخريه. فهو كان عارف ان التراكيب الصخريه دي بتعمل امتصاص للصدمات الزلزاليه الاولى. تمام. تاني حاجه معامل التسارع او العجله في التربه الصخريه باقل ما يمكن من التربه العاديه. فهو عارف ان الروك فورميشن ده او طبقات الصخر دي بتساعده في عمليه الحفاظ على منشأ من تاثير الزلازل. تمام. تاني حاجه وده الاهم، ان احنا حضرتك دلوقتي لو شفت اي مفاعل نووي بينشأ في اي دوله بينشأ بالشكل الهرمي، لان الشكل الهرمي هو اكتر شكل مقاوم لتاثير الزلازل، حتى اقوى من القباب او الدومز اللي ظهرت في العماره الاسلاميه في اسطنبول. فالشكل الهرمي هو اكتر شكل مقاوم للزلازل، لانه بيديني هاي ستيفنس، بيديني مرونه عاليه جدا للمبنى. تاني حاجه بيديني فيري لو ديسبيسمنت، بيديني ازاحه قليله جدا. تمام. ليه بقى؟ لان كل ما بطلع لاعلى بتقل الاريا، المساحه، ايوه، وبالتالي بيقل الديسبيسمنت وبيقل السرعه وبتقل الاكسلريشن، وبالتالي كل ده بيحافظ على ثبات واستقرار المبنى. تاني حاجه او تالت حاجه، ان المصري القديم كان ذكي جدا. النهارده احنا بنتكلم اليابان بتستخدم تقنيه بنسميها البيز ايزوليشن او عزل القاعده في حمايه المنشآت في وقت حدوث الزلازل. ان هو بيعزل الجزء اللي فوق سطح الارض لارتفاع حوالي نص متر، ويبدا يعمل عباره عن كاوتشوك مقوى بالوايرز او بالحديد. وقت ما يحصل الزلزال يحصل حركه للمبنى، وبعد كده المبنى يستقر بعد انتهاء الزلزال. المصري القديم عمل الكلام ده، بس مش بالكاوتش والستيل، عمل الكلام ده ككونسبت، كفكر، انه بدا يستخدم قطع احجار مسطحه صغيره في شكل 3 طبقات اسفل الهرم بدون مونه، وفي فراغات ما بينها، وفيها بدا يحط الطبقات بتاعته بتاع الاحجار الكبيره اللي بنسميها الاورثوستات. الطبقات الصغيره او الاحجار الصغيره بتعمل امتصاص للصدمات، فبتأدي نفس الفعل بتاع البيز ايزوليشن المستخدم النهارده في اليابان او في الدول اللي بتعاني من مشكله الزلازل. فكل ده وفر للمصري القديم
ان هو يشيد مبنى له القدره على ان هو يقدر يقاوم تاثير الزلازل. فبعيد عن منطقه الزلازل، الشكل نفسه او الشيب بتاع الهرم مقاوم لتاثير الزلازل. الفورميشن او الطبقات الصخريه المشاهده على الهرم ليها قدره على انها تقاوم تاثير الزلازل. الملك سنفرو قبل الملك خوفو حاول يبني الهرم بتاعه، الهرم الشمالي، الهرم سوري الجنوبي في دهشور بنفس زاويه الميل اللي هي 52 درجه. لكن توقف، وبعد كده غير زاويه الميل وبدا يحصل عندي انحناء، وسموه حتى اللي بيسموه الهرم المنبعج او الهرم المنحني، عشان ما يطلعش الارتفاع الكبير ده، عشان يقلل من الاسترس، يقلل من الضغط والحمل. لان هناك التربه عباره عن طبقات نيليه، طينيه نيليه، فوقيها بعض الطبقات من الحجر الجيري. فهناك في الهرم كانت الكتله كلها من او سمك الطبقه نفسها كلها من الحجر الجيري، فده ساعده في عمليه التحمل. يعني مثلا اقول لحضرتك بمنتهى البساطه، مثلا وزن الهرم، حضرتك تخيل مثلا وزن الهرم قد ايه؟ بنتكلم في 5.8 مليون طن. 230 في 230 متر، بنتكلم في 53 ألف متر مربع. الفوليوم بتاع الهرم 2.5 مليون متر مكعب. فالكتله دي كلها لازم تكون مشيده فوق تربه او سوري فوق تراكيب صخريه تقدر تتحمل الكلام ده. احنا مؤخرا كنا بنسمع كلام كتير يعني، ويمكن من ضمنها انه حضرتك قلت انه منطقة حدائق الاهرامات بتمثل خطر كبير على الاهرامات. يعني حضرتك قلت ده هي يعني مش بتتأثر بالزلزال، فهتتأثر بالبشر المحيطين بيها او اللي ساكنين حواليها. تمام. حضرتك باختصار شديد جدا، لما بدأت ادرس الصور الفضائية من خلال وكالة ناسا ومن خلال بعض البرامج اللي عندي زي EOS مثلا اللي هو نظام مراقبة الأرض، اكتشفت ان المنطقة الغربية بتاخد شكل منحدر من الجهة الغربية للجهة الشرقية. يعني لما جينا مثلا نشوف التربة او منسوب او مستوى الأرض تحت هرم من كورع، بنتكلم في 105 متر فوق سطح البحر. تحت هرم خفرع بنتكلم 68 متر. تحت هرم من كورع هرم خوفو حوالي 60 متر. تحت ابو الهول بنتكلم في 20. فالهضبه نفسها واخده شكل مائل من الجهه الغربيه للجهه الشرقيه، طبعا الانحدار الطبيعي. فاكتشفت ان منطقه حديقه الاهرام المنطقه الغربيه ما بعد هرم من كورع، اللي هي المنطقه اللي فيها النهارده حدائق الاهرام. ايوه، المنطقه دي بترتفع عن منطقه الهرم حوالي من 8 ل 10 متر. المشكله مش في الارتفاع، المشكله ان انا في عندي خزانين ميه جوفيه موجودين في منطقه الهرم، واحد موجود اسفل الهرم الاكبر، وواحد موجود اسفل ابو الهول. اللي موجود اسفل ابو الهول ده بيتغذى من منطقه نزله السمان. لكن المشكله عندي في الخزان الجوفي من الحجر الجيري اللي موجود تحت الهرم الاكبر. جميع الميه اللي نازله من منطقه حدائق الاهرام كلها، سواء من مناطق الزراعيه او مناطق السكنيه، ميه شرب، ميه صرف، اي مشكله بتحصل في الميه ده حضرتك بتبدا تنتقل من خلال الشقوق والفجوات بتاعه التربه وتبدا تغذي الخزان الجوفي اللي تحت الهرم الاكبر. اصبح الخزان النهارده خزان ضاغط. انا ببص لحاجه انا عايزها تعيش الى الابد. طبعا مش هبص المشكله تحصل بكره ولا بعده. صح. انا بتكلم زياده منسوب الخزان الجوفي مع الخاصيه الشعريه. بدات الطبقات اللي فوق اللي تحت الهرم تمتص نسبة أكبر من المية اللي موجودة في الخزان الجوفي، وبرضه مع الوقت هو بيزيد منسوب المية فيه. طيب تأثير المية دي إيه؟ لما جينا شفنا بعض الاختبارات اللي تمت واللي عملناها وبعض المراجع بتقول إن المية الأرضية أو المية بشكل عام بتقلل من القدرة الحاملة للتربة، سواء كانت صخور، سواء كانت طين، سواء كانت رمل، بنسبة 50%. فإذا الميه ممكن تقلل من القدره الحامله للطبقات دي. طبعا امتى يحصل عندي الخلل الانشائي؟ ان انا تقل عندي القدره الحامله للطبقات التربه او الفورميشنز اللي موجوده او الطبقات الصخريه، او يزيد الحمل. طبعا الحمل بتاع الهرم مش هيزيد، احنا مش هنبني هرم فوق الهرم، ولكن لما يقل عندي هنا القدره الحامله للطبقات الصخريه، هنا الحمل اللي عندي هيبدا يزود الاسترس هيبدا يزيد. صحيح. ده بنتكلم النهارده الاسترس اسفل الهرم حضرتك 3500 كي بي اي، 3500 كيلو نيوتن على المتر المربع، مع ضعف الطبقات الصخريه السفليه ال 3500 هتوصل ل 7000. طيب وده بيسبب مشاكل انشائيه. صحيح اكيد. طب اللي حضرتك بتقوله ده يعني احنا في فرصه ان احنا نلحق الموضوع، ولا ده احنا داخلين عليه ولا ايه؟ انا لما جيت شفت من خلال الصور بتاعت ناسا
قبل 2011 تقريبا ما كانش في حاجه في حديقه الاهرام، ما كانش في اي عمائر تقريبا، يعني انا جبت الصور كلها من 2011. المشكله في حديقه الاهرام زادت الكثافه بشكل كبير جدا 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 بعد 2013 وبدات تزيد لحد 2016. من 2016 الى الان الحاله تقريبا ثابته، يمكن نتيجه القانون بتاع البناء وبعض الاشتراطات، والنهارده الدوله اصبحت يقظه لاي توسعات بتحصل او اي اضافات. لكن خلاص الفتره من 2011 ل 2016 هي دي اللي سببت الكثافه او الكم الكبير من العمائر اللي موجوده عندي في منطقه حديقه الاهرام. فاصبح الميه كلها اللي موجوده عندي بتاثر عندي على الهرم نفسه. حضرتك لو تتذكري من حوالي سنه بدات تظهر بحيره ميه جنب الهرم، وللاسف بعض الزملاء في وزاره الاثار قالوا ان دي نتيجه حفاير بتتم في المكان. طبعا الموضوع مختلف، ما ينفعش اقول حفاير في المكان تسبب ميه. الكلام ده انا مثلا بتكلم في مصنع للاسمنت وبيبدا ان هو يعمل تحجير ويقطع طبقات حجر جيره عشان ياخد الكتل اللي يستخدمها في صناعه الاسمنت، ممكن يسبب نتيجه كده نشأة بعض البحيرات. لكن يحصل نشأة وجود ميه بالارتفاع ده جوه منطقه الهرم ده اكيد مش منطقه حفاير. معنى كده ان في زياده في منسوب الميه الارضيه بيزيد، منسوب الميه الجوفيه بيزيد. تاني حاجه لو حضرتك برضو في من سنه او سنه ونص في بعض الاخبار بدات تتردد عن حدوث هبوط في بعض المناطق في منطقه الاهرام او في هضبه الاهرام وتم تجذيبها. انا مش بتكلم ان المشكله النهارده ولا حتى بعد 10 سنين، احنا بنقول الهدف ان الاثر ده اتبنى عشان للخلود يعيش. تمام، للخلود. تمام. طيب برضو حضرتك ما جاوبتنيش، يعني احنا هنا ممكن نلحق الموضوع ده ولا الخطوره دي مستمره بقى وخلاص؟ والله المشكله ان انت لازم يبقى في تحكم وفي عزل كامل لاي مصدر ميه جاي من منطقه حديقه الاهرام. طبعا انا مش هقول ان احنا نشيل منطقه الاهرام، هو اساسا المكان ده كله اساسا كان في المصري القديم لما كان بيشيد المباني بتاعته دي الجهه الغربيه، المقابر، الغروب، فدي مدينه الموتى بالنسبه له. فهو يعني التوسعات، ما انت عندك من اكتوبر لحد الواحات ابني زي ما انت عايز، لكن ليك جزء بتاع حدائق الاهرام تحديدا، الجزء ده المتاخم لمنطقه الهرم، لان للاسف تاثيره كبير وبيزيد مع الوقت. فلازم يكون في تحديث بقى الطرق الري، مثلا ممكن ري بالتنقيط، استخدم طرق حديثه بحيث ان ما يكونش فيه ري بالغمر زي النهارده مثلا كميه الميه اللي موجوده عندي. يكون في عندي مثلا طرق للتخلص من مياه الامطار، وده هنتكلم عنه لما نتكلم عن التغيرات المناخيه. يكون في عندي تحديث للشبكات الميه وشبكات الصرف باستمرار، ويتم لدرء الخطوره على الاقل. ما هو تأثير التغيرات المناخية مستقبلاً على الآثار بالإسكندرية وكيف يمكن حمايتها؟ ما هو تأثير التغيرات المناخية على التراث العالمي بمصر؟ ما هي أبرز إنجازاته في مشروعات الترميم بمصر؟ ما هي أبحاثه المنشورة في الدوريات العلمية العالمية؟ وما هي أبرز وأهم الجوائز والتكريمات التي حصل عليها؟ كل هذا وأكثر نتعرف عليه في الحلقة القادمة من ملامح مع الأستاذ الدكتور سيد حميدة، أستاذ ورئيس قسم الترميم المعماري بكلية الآثار جامعة القاهرة.